السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن حركة الشخصية من مكان لمكان. سبق واتكلمنا قبل كده عن حركة الشخصية، بس الفرق إن إحنا عملنا حركة الشخصية في مكانها. يعني إحنا عملنا الأنيميشن بتاع حركة الشخصية وسيبنا الشخصية بتتحرك في مكانها. دلوقتي لو أنا عايز أحرك الشخصية من مكان لمكان، إيه المطلوب مني إن أنا أعمله عشان أوصل للحاجة دي؟ دلوقتي في طريقتين عشان أعمل حركة الشخصية من مكان لمكان. أول طريقة إن أنا بسيب الشخصية بتتحرك مكانها وبعمل تحريك للباك جراوند اللي ورا الشخصية، للخلفية اللي ورا الشخصية لما تتحرك فهتديني إيحاء إن الشخصية بتتحرك معايا. وده هنشوفه بشكل فعلي في الفيديو اللي موجود معانا هنا. مع العلم الشخصيات دي تبع التيم فايكنج، إحنا مجرد إن إحنا بنعمل الأنيميشن اللي موجود عليها. تعالوا كده نبص، هتلاقي الشخصية بتتحرك وأنت هتحس تمامًا إن الشخصية بتتحرك من مكان لمكان، ما فيش أي مشكلة خالص. وده لأن حركة الخلفية اللي موجودة ورا الشخصية بتتحرك، فحسيت أنت إن الشخصية بتتحرك من مكان لمكان. دلوقتي لو أنا خفيت الخلفيات اللي موجودة معانا، سواء خلفية الأعشاب اللي موجودة في الأول أو الخلفية اللي موجودة ورا، هتلاقي الشخصية بتتحرك من مكانها عادي جدًا. إنما اللي بيديك إحساس الحركة هي الخلفية اللي موجودة معاك ورا، لما بتتحرك فأنت بتحس إن الشخصية بتتحرك معاك. وحركة الخلفية دي بمجرد إن أنا عاطتها هنا مفتاح حركة، ولما سحبته قدام عملت تحريك للخلفية بالشكل ده، شديتها ورا، وتقدر تتحكم في سرعة أو بطء الحركة بتاع الشخصية اللي موجودة معاك. وكده نكون خلصنا أول طريقة معاك. طيب أنا دلوقتي لو أنا عايز أحرك الشخصية نفسها إن الباك جراوند تفضل ثابتة في مكانها والكاميرا تفضل ثابتة، أنا عايز اللي يتحرك معايا بشكل فعلي هو الشخصية. أول طريقة كنا بنتعامل بيها زمان إن أنا كنت بحط ليا والشخصية اللي موجودة معانا جوه جروب فولد، زي ما أنا حاطط كده الكاركتر الموجودة معانا موجودة جوه جروب تاني، وبنشئ مفتاح حركة باستخدام اللير عند الفريم رقم 1، وأشوف آخر فريم حركة مشي موجود معانا هنلاقيه عند الفريم رقم 24، وأبدأ أحرك الشخصية لقدام وأنا ضاغط شيفت، وأغير المفاتيح الحركة اللي موجودة معانا هخليها لينير، وأعمل سايكل، ومن سايكل أختار ريلاتيف وأختار أديتيف سايكل. أديتيف سايكل هنا معناها إن الشخصية تفضل مكملة معايا لقدام، الشخصية تفضل تتحرك وتعمل حركة المشي بس مكملة وماشية لقدام. ونبدأ نشوف الحركة، هنلاقي بالفعل الشخصية اتحركت معانا، بس فيه زحف في حركة الشخصية. تحس إن رجلين الشخصية، تعالوا كده نعيدها من الأول، تحس إن رجلين الشخصية بتزحف مش بتنقل. فحركة المشي المفروض إن رجل بتنقل مش بتزحف بالشكل ده. طب أنا دلوقتي عشان أوصل للشخصية إنها تنقل رجليها هنستخدم فكرة بسيطة. تعالوا كده نطبق الفكرة دي هنا. أول حاجة وأنا واقف عند الفريم رقم 0 هعمل إنشاء لفيكتور لاير، هنسميه وليكن في ستيبر، وهنقل اللاير تحت اللاير الشخصية، بس لازم يكون جوه جروب فولد. وهبدأ أنشئ مستطيل بالشكل ده، وهضغط كنترول سي كنترول في وأحرك المستطيل تاني لقدام وأنا ضاغط شيفت عشان يكونوا على نفس الاتجاه. بعد كده هنقل عند الفريم رقم 1 وأبدأ أتحكم في أماكن المستطيلات بالنسبة لحركة الرجل. هعمل تحديد للمستطيلات بالشكل ده، وأحط أول مستطيل عند الرجل الأولانية، وممكن أعمل تحديد على المستطيل التاني وأطلعه لقدام وأنا ضاغط شيفت عشان أحافظ على نفس الاتجاه. يبقى أنا كده عملت مستطيلين لكل رجل من رجلين الشخصية اللي موجودة معانا. كمان عايز أزود جزء مستطيلات تانيين وأنا محافظ على نفس المسافة اللي بين المستطيلات، هعمل سيلكشن على المستطيلين وأرجع عند الفريم صفر وأضغط كنترول سي كنترول في، فأنا كده عملت دبليكيت، واقف عند الفريم رقم 1 واضغط واسحب لقدام وأنا ضاغط على الشيفت، وهخلي المستطيل التاني ده على نفس مكان المستطيل عشان أضمن إن المسافة اللي بين المستطيلات مسافات متساوية. هعمل الخطوة دي مرة كمان، عملت سيلكشن واضغط كنترول سي كنترول في وأنا واقف عند الفريم صفر وأبدأ أحرك المستطيلات لقدام بالشكل ده. يبقى أنا كده أنشأت خطوات المشي عبارة عن مستطيلات بمسافات متساوية بينهم. تاني خطوة نعملها معانا إن أنا ببدأ أعمل محاذاة لأول مستطيل موجود معانا
بالصندوق الخاص بالتولز اللي موجودة معايا هنا، ده بخليه زي ريفرنس ليه. بضغط كليك يمين وابدا اظبط بالشكل ده لحد ما اعمل محاذاة بين اول مستطيل وشريط الادوات اللي موجود معايا. بعد كده هقف عند الفريم رقم 24 اللي هو اخر فريم حركة للشخصية، وهعمل تحديد لكل المستطيلات. اضغط كنترول ايه وابدا اسحب لورا بالشكل ده لحد ما اوصل لنفس الخطوة. انا كده رجعت ورا وهعمل نفس المحاذاة، يبقى كده انا رجعت خطوة لورا. ولو انا عايز اعمل مفتاح يحفظ اماكن المستطيلات دي، هضغط على المفتاح هنا Freeze Visible Points، وممكن نعملها كمان عند الفريم رقم 1 ان انا هعمل فريز لاماكن النار، وهحول المفاتيح اللي موجودة معايا هنا هخليها لينير. تعالوا كده دلوقتي شوف الفكرة اللي موجودة معانا. انا لما انا رجعت المستطيلات لورا فحسيت ان الشخصية بتتحرك لقدام. دي كده الريفرنس بتاعي في الحركة. بعد كده هتنقل على الجروب الأساسي اللي فيه الشخصية وفيه المستطيلات اللي احنا عاملينها، وهنطبق نفس الفكرة. هقف عند الفريم رقم 1 وابدأ أعمل محاذاة مع نفس شريط الأدوات بالشكل ده، وبعد كده أنشئ مفتاح حركة باستخدام أداة ترانسفورم لاير. هقف عند الفريم رقم 24 واضغط شيفت وابدأ أسحب المستطيلات اللي موجودة معايا لقدام لحد ما أوصل لأول مستطيل، وابدأ أعمل له محاذاة مع شريط الأدوات. بعد كده هحول المفاتيح اللي موجودة معانا هنا لينير، وهعمل سيلكشن على آخر مفتاح أعمل سايكل، ونختار ريلاتيف ونعمل اديتيف سايكل، ونشوف بقى الحركة اللي موجودة معانا كده. هنلاقي إن الشخصية بقت ماشية معانا بحركة منتظمة، الرجلين مش بتسحب. ممكن نخفي اللاير ده كده لأن هو مجرد لاير ريفرنس بس مش عايز يظهر معايا. شوف دلوقتي الشخصية بقت بتنقل رجليها مش بتسحب، والرجل بتفضل ثابتة في مكانها لحد ما التانية تتحط على الأرض. عايزك دلوقتي تشوف فرق الحركة بين الشخصية الأولانية والشخصية التانية. شوف الفرق بين رجلين بتزحف ورجلين بتنقل للشخصية، في فرق شاسع في الحركة. وطبعا الشخصية تفضل مكملة كده لقدام لحد ما انت توقفها بمفتاح حركة. يبقى كده الفكرة اللي احنا اتعاملنا بيها فكرة سهلة وبسيطة خالص، مجرد ان احنا بنعمل انشاء لخطوات للشخصية اللي موجودة معانا عشان نحافظ على نفس المسافة في الحركة، وبنعتمد الخطوات دي كريفرنس موجود معانا نقدر نحرك بيه عشان يوصل بينا في الاخر ان الشخصية تتحرك بشكل منتظم وما نشوفش الزحف اللي موجود معانا في حركة الشخصية. دي نفس الفكرة برضه اللي طبقناها هنا في حركة الصنفور. اعتمدنا برضه إن إحنا عملنا خطوات للمشي، وعملنا محاذاة لأول مستطيل موجود معانا بشريط الأدوات عشان يوصل بينا إن الشخصية تتنقل معانا ويلغي حركة الزحف تماما. أتمنى تكون الفكرة سهلة وسلسة وبسيطة، ولو في أي تعقيدات فأنا معاكم في التعليقات، ويا ريت تدعمنا بلايك واشتراك وكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.